كل تقرير طبي باسم باسماء من راحت للارشيف مال التقارير اللي الدكاتره يوقعون عليه عندهم نسخه منه، من شافك 11,000 خلال 3 اشهر طلعوهم. هاي شنو الكارثه؟ سمعت دكتوره بان اعترف لها ضرغام، قال هو مستهزئ بيها عباله ما تحكي او عباله ما تعرف، او قال يقاتلون بسوريا يقاتلون بروسيا. هنا انتبهت دكتوره بان كشفت الموضوع كله وقررت عدم العمل على نفس مسار الطبيب السابق، فتعرضت للترهيب والترغيب بالمال. اول مره ما قبلت، بعدين بالتهديد والقتل والتصفيه. المشترك به بهذه القضيه قضاة ومحافظين سياسيين سفراء، نعم سفراء هذه القضيه، ومستشارين ونواب واطباء ومدراء السجون ومصارف شركات نفطيه متورطه بقضيه المرتزقه. رفضت بان توقيع على التقارير وخصوصا تقرير ضرغام التميمي، وهي كانت تعرف انه ضرغام هو اللي قتل ساره. هي ما تعرف دول ال 33 ما تعرفهم، بس قدموا ضرغام قالت انت شنو انت مو قاتل، شنو انطيك تقرير؟ فانتبهت على 33 دونت السجلات العدة، شافت 11,000 طالعين. كارثه. هنا مربط الفرس، هنا معرفتها بموضوع عصابة المرتزقة هي القشة التي قصمت ظهر البعير. الحاج علي العابدي هو القنصل الإيراني في البصرة، هو من أعطى الأوامر باجتماع مع أسعد العيداني ومرته أمارة أسعد العيداني ومع قاضي أقرباء ضرغام نواب، يعني جلسة ما يقارب أكثر من 20 شخص كانوا بوليمة وعزيمة في أحد البيوت وصوتوا على قتل دكتورة بان. افتهمت القضية؟ مصطفى سند حرك فرق الموت باتفاق مع القنصل الإيراني.